عسلامة مرحبا بكم الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. واليوم رجعت لكم اي فيديو جديد. بالنسبه للفيديو هذا باش يكون تكمله الفيديو السابق. كنت شاركت معاكم في فيديو سابق اجواء عرس بنت خالي من محفل الكسوه، محفل القفصي، ليله الطبال، للوطيه او الحنه. الحصيله باش تشوفوا في الفيديو هذا ليله المرواح، باش تشوفوا القصعه اللي هي من عادات وتقاليد للجنوب التونسي. باش تشوفوا فطور صباح العروس، باش تشوفوا القصعه نتاع الحزوم. حصيلوا تبعوا الفيديو للاخر وتوا تشوفوا معناتها عاداتنا وتقاليدنا فيها فرحنا. كما تشوفوا هذه القصعه اللي يجيبوها للعروس نهار المرواح. بالنسبه للقصعه هذه اللي هي كسكسي الجنوب، كسكسي العراس والفراح، مزينه معناتها باللحم، بالطاجين، بالبطاطا مقليه، بفلفل مقلي، العظام، المكسرات بنواحه، مزينه بالحلوى. حصيلوا يجيبوها نهار المرواح. معناتها تفرق منها العروس لاهلها واحبابها وجيرانها عفوا، وتصور بها كما تشوفوا. ومعناتها هذه من العادات نتاع الجنوب التونسي. وتوا باش نخليكم مع السهريه نتاع ليله المرواح، ومن بعد باش نكملوا الفيديو مع بعض. وكما كنتوا تشوفوا شاركت معاكم شوي أجواء من ليلة المرواح. ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. لهنا نهار صباح العروسة. هذا الفطور نحضروه معناتها في الجنوب التونسي، خاصة ولاية قفصة. نحضروا العصيدة البيضاء، العصيدة الحلوة. لهنا نعصدوا العصيدة. بالنسبة للعصيدة هذه معناتها نهزوها كفطور العروس، متوارثة عبر الأجيال. بالنسبة للعصيدة هذه نزينوها بالعسل، العسل اللي يكون عسل حر، ونزيدوها زيت الزيتونة، ونزينوها بالمكسرات، المكسرات بانواعها، زينوها بالحلوى. الحاصل هذا العصيدة كما تشوفوا هنا في شكلها النهائي. ونغلفوها ونهزوها للعروس. كما تشوفوا هذا شنو نهزوا معناتها في الفطور نتاع العروسه، الحلوى، الشوكولاته، نهزوا الكرواسون، نهزوا الفطاير السخونه. حاصلوا كل واحد شنو يهز. اما بالنسبه للعصيده تبقى معناتها اللي هي معناتها باز. هذه معناتها اللي معروفه شنو نهزوا للعروس نهار الصباح نتاعها. حبيت نصور معكم شوي معناتها مقتطفات زاده من الصباح. بالنسبه للعروس لهنا مشينا لها لدار حماتها وحموها. وتوا باش نشارك معكم زاده الحزوم اللي هو نهار السابع. معناتها في العادات زاد الجنوب التونسي، خاصة ولاية قفصة، نهار السابع ترجع أم العروس قصعة، معناتها ترجعها لدار العريس، ويحزموا العروس تلبس اللبسة التقليدية متاع الجنوب التونسي اللي هي الحرام العربي. ولهنا بالنسبة للقصعة هذه باش معناتها تحضرها أم العروس اللي هي مرت خالي، باش تحضرها معناتها دودة أو سباجيتي بالصوص. بالنسبة للصوص لهنا عملت مقدار 5 كيلو. كما شفتوا لهنا قلت الثوم، وزادت لهنا الطماطم، وزادت الفلفل الملحي، وكما تشوفوا لهنا زادت كميه كبيره نتاع الكركم. لهنا بالنسبه للكميه 5 كيلو، 5 كيلو سباجيتي. معناتها بالنسبه لكميه الطماطم عملت حكه بوكيلو طماطم ونص الحكه. وبالنسبه
بقية يعني اللفحات يعني حسب الذوق نتاعكم. بالنسبة للفلفل المرحي، الفلفل زينة معناتها يبقى حسب الذوق إذا كان تحبوها حارة وإلا لا. بالنسبة زادة للكركم حصلوا تبقى معناتها عينكم ميزانكم. كما شفتوا لهنا ضفت اللحم، ضفت الفلفل الشايح هذاك، ضفت ورق الرند، وتقلاها بالكدا بالكدا لين تتقلى طماطم، ومن بعد تصب عليها كميه باهيه من الماء. بالنسبه للماء هذاك يكون على حسب نوعيه اللحم، اذا كان اللحم كبير والا صغير، وتخلاها تطيب. معناتها تخلاها تطيب لين يطيب اللحم، وتوقف على زيتها وتختار الصوص هذيك. لهنا زاد في نفس الوقت لهنا باش تحضر الطاجين اللي زاد اللي باش تزين به القصعه. بالنسبه للطاجين سبق لي شاركت معاكم طاجين كيفاش نحضروه. اذا كان تحبوا باش نخليكم الوصفه في صندوق الوصف. لهنا هذه المكونات نتاع الطاجين: اسكالوب، البطاطا المقليه، لهنا حطت فيه الجبن مثلثات، حطت فيه الجبن ربي، وزاد حطت فيه الكريم فريش الحاصلو. ومن بعد باش تزيدوا كميه متاع العظام. كما قلت لكم لهنا بالنسبه للطاجين عملت كميه متاع حكايه هكا 40 مرسو، معناتها على حسب كميه المكرونه واللحم الحصير. لهنا باش تكمل تخلط الطاجين وتحطوا يطيب، ومن بعد نشوفوه في شكله النهائي. لهنا معناتها ما حبيتش نطول عليكم الفيديو، جيست حبيت نشارككم شويه معناتها كيفاش تحضروا الطاجين تاع العراس والكل. وتوا باش نرجعوا باش نشوفوا الصوص. لهنا كيما تشوفوا الصوص هي حضرت وقفت على زيتها. لهنا باش تحضرها الهروس نتاعها اللي هو فلفل اكحل والثوم، باش تهرس كميه كبيره نتاع ثوم. كيما قلت لكم هذه كميه نتاع 5 كيلو. وحطت لهنا حطت السباغيتي، حطت الطماط. ولهنا باش تخلطها، يعني تخلطها باك الصوص هذيك. كما تشوفوا لهنا يعني تهزك المره في مره الاولى باش تهزك الزيت هذاك اللي طفح على الصوص، ومن بعد تبدا تزيد فك الصوص. ولهنا هذه القصعه نتاعنا في شكلها النهائي. لهنا بعد ما تشربت سباجيتي تشربت الصوص نتاعها كملنا زيناها. بالنسبه للطريقه كيفاش نزينوا فيها تحذف في الفيديو هذاك. لهنا كما شفتوا زيناها بطاجين طرونشيت، فلفل مقلي، بطاطا مقليه، عظام مصموطه. زيناها بالحلوى، ونكملوا نغلفوها ونزينوها ونوصلوها لدار العروس. هذه عاده من عادات الجنوب التونسي اللي يعني نهار المرواح اهل العريس يجيبوا قصعه للعروس، ونهار السابع ونهار الحزوم كما يسموه ترجع العروس ترجع لهم قصعه. كما شفتوا هذه من العادات نتاعنا. وهذا فرح بنت خالي، ان شاء الله ربي هنا ويسعدنا، وان شاء الله يا ربي معناتها يدوم افراحنا جميعا يا ربي. وكان هذا الفيديو نوصل بكم النهايه باش نخليكم مع اجواء الحزوم، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم.